عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم على قناة مريم صوتي أبو ظبي يعني غريبة ولا معلقة بالنخالة. بقاو معايا بطريقة التحضير وتقديم المقادير. كمكونات لهاد الغريبة كنحتاج ليها اولا هاد الحلوى كنحتاج ليها 3 الاصفر ديال البيض كما كتشوفوا. كنضيف عليهم كاس مع نص ديال زيت المائدة، كنضيف عليهم كاس مع نص ديال السكر سنيدة، وصاشي ديال السكر الفاني، صافي نخلط هاد المكونات مزيان بالضرب اليدوي. غادي نضيف عليهم نص كاس ديال كاس ديال الشاي ديال الماء الزهر، وغنحرك مزيان بين دمجات المكونات كاملين. صافي غادي نضيف عليهم واحد القرعه صغيره ديال الكونفيتير ديال الحلوى، يعني قرعه كامله. نحرك مزيان صافي. نبدا نضيف النخاله اللي حمرتها كما كتشوفوا في الفران وغربلتها وحيدت منها داك الصفه ديال كما كنقولوا ديال الشعير. المهم نقيوها مزيان صافي نبداو نخدموا بها. غادي نبدا نضيف شويه بشويه وانا كنحرك، ونضيف 2 خمارات ديال 7 غرامات، يعني 14 غرام ديال خميره الحلويات. صافي نضيف شويه بشويه، يعني منين تقرب الجمع غادي نحيد السراب اليدوي وغادي نبدا نخدم بيديا. كما كتشوفوا العجينه ولا الخليط باقي مطلوق، غنضيف شويه بشويه. غير كنجمع ماشي تندلك. صافي هذا تقريبا هذا هو القوام ديالها، تقريبا 500 غرام، يعني شاط منها هاد شويه لان النخاله راه كتشرب البنات، الذلبه راه كتشرب. صافي نخليوها ترتاح علين ما وجدنا الطاوه. ودابا البنات كما كتشوفوا فرش الطاوه اللي فرشت فيها ورق الطهي وحطيت قدامي سكر كلاصي، وغادي نبداو دابا نشكلوا العجين اللي غادي نديروه على شكل كويرات. نديرو على شكل كويرات وغادي نفندوهم بسكر كلاصي كما كتشوفوا. كما كتشوفوا نديرو على الشكل هذا.
يعني راه غير بالنخاله هاد الحلوه كتجي زوينه بزاف، يعني النخاله الغليظه ماشي الرقيقه. صافي غادي نمشيو هكا حتى نكملوا العجين ديالنا، ومن بعد ما نكملوا غنتلاقى معكم. كما كتشوفوا من بعد ما كملت التشكيل ديالها على شكل كويره، دابا غادي نديرو فيهم واحد الثقب من الوسط، اما بالاصبع اولا بشي حاجه اخرى. ضروري تشدي الصباع بحال هكا، نباركو عليه هكا. يعني 500 غرام ديال النخاله عطاتنا هذا القدر هذا، يعني طاوه. صافي ما بقى لينا دابا الا ندخلهم الفران بعد ما يطيبوا ان شاء الله. غنتلاقى معكم، وكما كتشوفوا غادي نشعلوا عليها من الفوق ومن التحت، وما غاديش تاخذ لينا طياب بزاف لان النخاله طايبه ومحمره، ولهذا غندخلها تقريبا واحد 10 دقائق ونخرجوهم. بعد ما تخرج من الفران غنتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. دابا ما بقى لي الا نقدمها في صحن تقديم. كما كتشوفوا كتجي مشقه بزاف بزاف البنات، غير بالنخاله كما شفتوا، وصحيه بزاف. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوه ديالنا. كما كتشوفوا غير بالنخاله كتجي رائعه رائعه بزاف. كما كتشوفوا كتجي زوينه وكتجي معلكه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.